السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا نوران مدكور وده بيكسل سبيس. بعيدا عن الأصوات اللي في الخلفية، ما أنا بقى سوبر مامي ولازم أبدأ أشتغل. تعالوا مع بعضينا كده نعمل كامبين الجامدة دي بمنتهى البساطة، وأي حد لسه بيبدأ هيعرف يعمله. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش بقى تدعموني كده بكومنت كده وتنفذوا معايا شوية، ما أنا مش بنفذ لنفسي. يلا نبدأ. أول حاجة هنعملها نفتح بروجكت جديد من قائمة فايل، من هنا ندوس نيو، ومن بعدها نختار السايز اللي هنشتغل عليه. أنا هشتغل على السايز الجديد بتاع الانستجرام 1080 في 1350، وطبعا ريزوليوشن 300، وهنا الارت بورد هنشغلها. تمام. بالشكل ده أصبح عندنا الصفحة البيضاء المرعبة دي، هنعبيها ازاي؟ تعالوا نفكر بقى إننا عندنا بريف وعميل بالفعل، نشوف هننفذ التصاميم دي ازاي. أنا خليت شات جي بي تي يساعدني في الجمل دي، وعدلت عليها شوية كده عشان تبقى مناسبة للهجة المصرية. والأفكار دي كلها كانت سهلة ومن دماغي، أو نعمل تغذية بصرية على بنترست. بس مع الخبرة ومع التنفيذ الكتير هتعرفوا تنفذوا من غير حتى ما تلجأوا لشات جي بي تي. طيب أنا هنا أول حاجة اشتغلت عليها هي إصابة الملاعب، بتحصل بس رجوعك أقوى، ده اختيارك. فطبعا العنوان باين إن في إصابة في القدم، آه، لاعب كرة قدم، فجبت من free pick كتبت لاعب كرة قدم مصاب، وطلع لي نماذج كتير قوي، وانا حبيت الموديل ده. طيب اول حاجة احنا هنشتغل عليها زي ما قلنا على حسب العميل، هيدينا طبعا الشعار والبيانات التواصل بتاعته لو موجودة، وهنحطها جوه التصميم بالشكل ده. حبيت ان انا اعمل كده تدرج لوني لطيف. فهنعمل ده ازاي؟ فاول حاجة احنا هنفتح solid color من هنا، ونختار درجة الموف طبعا على حسب كل براند اللون بتاعه ايه. ومن بعدها ضغطت ضغطتين كده دبل كليك بالماوس على اللون، وهختار من هنا gradient overlay. تمام. من بعدها بقى هبدأ بقى أشوف ألوان البراند بتاعتي ألوانها ايه وهنشتغل ازاي. أنا حبيت اللونين دول مع بعض. تمام. وطبعا مش اللي أنا أحبه، بس على حسب اللي يليق لكل براند. فأنا حبيت اللون ده وهاشتغل عليه، وهاضيف التكست بتاعي عشان يبقى قدام عيني، وابدأ أفكر في الأفكار اللي تليق على كل تصميم. تمام. دي الجملة بالنسبة للفونت، عشان لو عايزينه هو ده اسمه، الاتنين نفس الفونت. تمام أوي. أول حاجة هنشتغل عليها إن إحنا نجيب الموديل ونشوف هننسقه إزاي مع الخلفية. أنا سايبة لكم تحت في صندوق الوصف الموديل وكل العناصر اللي هتحتاجوها. طبعا أنا يعني أحب أكتر لو هتنفذوا التصاميم دي تبعدوا شوية عن الموديل اللي أنا بحطها، وتجربوا تنشئوا صور مختلفة، لأن الذكاء الاصطناعي دلوقتي سهل عليكم كل حاجة. فأنا عايزة أشوف اللي انتوا هتعملوه. ده الفايل اللي أنا سايبه لكم تحت الفيديو، فيه كل حاجة زي ما احنا شايفين. ده الموديل اللي هنشتغل عليه. طيب أنا مش حابة إن أنا أسيبه كده على الخلفية من غير أي حاجة بتوحي إن هو في استاد مثلًا أو في ملعب، حاجة بتعبّر عن الجملة يعني. تمام. فأنا كتبت بس ملعب كرة قدم، وعلى free pick ظهر لي عناصر كتيرة أوي. اختصارًا للوقت أنا حبيت دي، وزي ما قُلنا جرّبوا أكتر من صورة، مش لازم نفس اللي أنا باجيبه. تمام. هنكبّر بس حاجة بسيطة وننزّلها تحت فوق التدرج اللوني اللي إحنا عاملينه. طيب إحنا كنا عايزين نعمل campaign بجريد معين كده بألوان معينة، فمش حابة اللون يبقى قوي أوي للخلفية، فهنعمل إيه يا نوران؟ هنعمل من هنا علامة الماسك شايفينها؟ تمام. ونبدأ بالبراش بتاعتنا باللون الأسود سوري، نعكس اللون ونبدأ نخفف الخلفية بالشكل ده.
الopacity يبدأ بقى يقل هنا شوية كده مثلًا على حاجة و40 زي ما أنتم ترتاحوا أكتر. هابدأ بقى أخفِّف العناصر عشان أنا عايزة يكون في تركيز وfocus أوي على الملعب واللاعب. شايفين كده ابتدى الfocus يظهر في منتصف التصميم على طول، يعني لو إحنا معانا منتج أو معانا model وحابين نبرزه، فدي أنسب طريقة إن أنتم تعملوا بيها التصميم. تحت الموديل هنا أنا حابة أزود شادو بقى ونظبط الأداء. طيب نجيب نعلم كده نعمل سيلكت يعني بالماوس على الموديل ونعمل لاير تحته بالشكل ده، وبمنتهى البساطة هنروح للون الأسود والبراش بتاعتنا نعمل نقطة، بس أنا عايزاها 100%. نعمل نقطة تمام قوي، مفيش أبسط من اللي أنا هعمله دلوقتي، ركزوا معايا. هنضغط كده بالشيفت وضاغطين على الماوس ونصغر الشادو بالشكل ده، ونبدأ ننسق كده، ونزود كمان واحدة تحت الركبة بالشكل ده بس نصغرها، وواحدة كمان على الرجل التانية بالشكل ده كده. طيب إحنا هنا التصميم ابتدى يبان وممكن تسلّموه بالشكل ده، بس أنا حابة هنا أبرز القلم في الإصابة، فهاروح بالبراش واللون الأحمر فوق الlayer بتاع الموديل ونعمل نقطة حمرا بالشكل ده. طيب نصغّر كده الشكل ونحطه عند الركبة بالشكل ده، ونروح من هنا نروح على overlay أو نروح على soft light بالشكل ده. أنا حابة برضه أبيّن حاجة vector هنا تبيّن على منطقة القلم، فكتبت قلم على free pick وظهر لي عناصر كتير vector، فلقيت الفايل اللطيف الخفيف المجمّع فيه كل أنواع القلم اللي في الدنيا، ربنا يبعد عنكم يا رب. فهاختار حاجة منهم وأخلّيها بس تعمل شكل كده إيه ورا الموديل. طبعًا مش شرط تلتزموا زي ما قُلنا بكل الكلام ده، أنا بس باعرّفكم التريكات وأنتم عيشوا يعني. فهنصغّره بالشكل ده كده، نخلّيه أحمر من هنا بالشكل ده. طيب يا جماعة هو كده التصميم خلص. حابة بقى إيه، لو أنتم حابين تعملوا retouch للشخصية بمنتهى البساطة تقدروا تعملوا، فأنا سريعًا كده هاعرّفكم بيتعمل إزاي وأنتم نفّذوه على كل الصور بتاعتكم. هنعمل layer فوق الموديل، هنعمل layer فوق الموديل ونعمل create clipping mask عليها، ونروح لedit من هنا نختار file ومن file هنختار هنا 50 gray ومن هنا overlay، ندوس أوكي. تمام ما تتخضوش. هنروح هنا نختار من قائمة الmood هنختار overlay، وبعدها شايفين الأداة دي اللي هي بتاعة dodge وburn اللي هي الحرق يعني والإضاءة وكده، فإحنا هنروح بس للإضاءة من هنا كده اللي هي dodge يعني، ونصغّر الbrush بتاعتنا عشان نتحكم فيها أحسن. وهنعمل كده أماكن الظِل، أماكن الإضاءة عندنا هي اللي بنعزّز اللون فيها، يعني مثلًا هنا في إضاءة، هنا في إضاءة، هنا كمان في إضاءة، على الوش من هنا في إضاءة، تمام؟ فهمتوا المنطق بتاعها؟ إحنا بنعزّز الإضاءة اللي موجودة بالفعل، مش بنخترع ظِل جديد أو مش بنخترع إضاءة جديدة. طيب أنا كده على السريع مشيت شوية بالdodge، نروح بقى للburn بس نخفِّف الburn، أنا مخفّفاها لحاجة و30 عشان ما يبقاش في حرق واضح للصورة. يعني هنروح للأماكن اللي فيها غمقان بالفعل، دي اتلخبطت مني بالشكل ده، ونزود نعزز اللون
بتاع الحرق بالشكل ده كده، فيدينا كونتور للوش أو كونتور للأماكن اللي احنا محتاجينها. يعني مثلا هنا كده، هنا كمان بالشكل ده. تمام. إحنا كده خلّصنا Dutch and Burn على السريع. دي قصتها يعني، ولو عايزينها في شرح لوحده حاضر أعملها لكم لوحدها. طيب هنا بعد ما خلّصنا، هل إحنا كده خلّصنا الretouch؟ لأ، ممكن نعزّز بقى الموضوع ده من هنا، نروح لselective color ونخلّيها تحت الdodge والburn، ونبدأ من هنا هنلاقي كلمة red. نبدأ بقى نضبّط ألوان الشخصية على حسب ما إحنا عايزين. أنا باحبه يبقى مصفِر سِنّة كده على شوية احمرار، فأنا عايزة أورّيكم قبل كده وبعد كده. فده كان يا جماعة retouch سريع على السريع كده جدًا عملناه، وما خدش مننا ثانيتين حرفيًا. طيب يالّا يا نوران نعمل التصميم اللي بعده عشان الوقت. ناخد من هنا من Alt نسحب بالشكل ده، أو من علامة الزائد نختار ندوس يعني عليها. أنا عايزاها بالAlt عشان يحتفظ لي بنفس الداتا ويحتفظ لي بنفس الداتا اللي موجودة والشعار. هنمسح بس اللي إحنا مش عايزينه، اللي هي الشخصية بالخلفية اللي هي الملعب، ونشيل كمان الجملة، ونبدأ إيه على نضافة. نعمل بس كنترول حرف الإس عشان يحفظ معانا كل حاجة. هنا أنا لمّا خدت منها نسخة اللون اتغيّر شوية، فهنروح الgradient ونضبّط الزاوية بتاعة التصميم. أنا حابة يبقى آه، بالشكل ده. تمام أوي. هنيجي هنا بقى في التصميم الجديد، وكانت تاني فكرة بتاعتنا هي الأم الحزينة دي، إن إيديها فيها ألم، فيها التهاب. فبما إنه ده لعيادة عظام، حابة أبيّن الألم أكتر، ويبقى التصميم فيه سِنّة أفورة. يعني لمّا تخدموا التصميم في الأفورة والدراما، لو ده مطلوب منكم، ده بيعزّز التصميم، بيعزّز الفكرة التسويقية بتاعة المنتج أو الخدمة اللي بتقدّمها. طيب من غير كلام كتير، أنا عملت الشخصية دي إزاي؟ دي بالذكاء الاصطناعي. رُحت لChatGPT وقُلت له عايزة prompt قوي لإنشاء صورة واقعية لأم متألمة في سن ال50، ملامح مصرية، تتألم من إيها مثلًا، وحزينة. تمام. فإحنا بناخد الprompt زي ما اتفقنا، وبنروح لأي منصة تكون فيها إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي ونعملها. اختصارًا للوقت هتاخدوا ده وتروحوا أي منصة. أنا عملتها على Freepic وطلعت لي بالشكل اللطيف أوي ده. طبعًا مش أول حاجة بتطلع لنا هي اللي بننفذها، يعني أنا باجرّب كتير أوي لحد ما بيعجبني الصورة. طيب هنا كان في بس نمسح والحاجات القديمة بالشكل ده. طيب أنا هنا قصّيت الصورة إزاي؟ تقدروا تقصّوها بالpen tool، منّه تتعلّموا ومنّه تمشّوا إيديكم وكده. بس أنا على السريع عملتها بال بremove background من هنا، وفي منصات كتيرة أوي لحذف الصور. طيب الصورة اتقصّت بالشكل ده. أنا عايزة بس أزوّد اللون الأحمر هنا، زي ما قُلنا هنأفور الموضوع شوية ونعمل نقطة حمرا، ومن هنا هنروح للsoft light ونقلل الفِلْت شوية بالطريقة دي، ونصغّر شوية. تمام أوي. نحط الجملة بتاعتنا زي ما اتفقنا بالشكل ده. بس أنا كنت حابة بما إنه الجملة فيها إنذار، نروح لFreepic أو أي منصة فيها مصادر vector. حبيت أكتب كلمة إنذار بالإنجليزي عشان أعمل كده شوية إيه، علامة اللي هي الI دي أو علامة التعجب موجودة في الخلفية، وكمان شريط الإنذار
فعملت ده وبالفعل لقيت حاجات حلوة أوي للwarning بالشكل ده. أنا خدت من هنا دي، وخدت كمان علامة التعجب بالشكل ده، وسحبتهم عندي في التصميم بالشكل ده، ونصغّر عشان يبقى موجود هنا. شايفين؟ ابتدى التصميم يبان معانا بالشكل ده. أنا عايزة كمان نسخة من ده، من الشريط، يكون وراها بالشكل ده كده، ونكبّر ده شوية على السريع. قُلنا على حسب رؤيتكم للتصميم، مع كتر التغذية البصرية هتقدروا تعملوا أحسن من كده كمان. طيب، أنا زي ما أنا قُلت أنا عاملة تدرُّج لوني للbrand ده، وحابة أضيف فيه ألوان مختلفة. يعني أنا باستخدم اللون اللي هو الريش شوية، مش باستخدم الأصفر في التصميم. فده بالنسبة لي كده برّه شكل الcampaign مش لطيف. يعني أنا عايزة أوحّد الألوان في كل حاجة بقى، سواء في خلفية أو في خطوط أو في كل حاجة. فهنعمل ده إزاي؟ هنعمل select على كل حاجة باللون المخالف اللي هو اللون الأصفر، ونضيفهم في جروب، ونروح من هنا نروح للهيوستريشن ونعمل كليبنج ماسك، ونبدأ نعدل في درجة الألوان. أنا بالنسبة لي الدرجة دي كده تمام. بس نقلل شوية كده. تمام أوي. طيب، ودي يا نوران عشان ورا الشخصية ما كانش ينفع أحطها في الجروب اللي فوق، فهاخد من اللي إحنا عملناه ده نسخة اللي هو الcontrol C، وأحطها فوق فوق الخط أو فوق الشريط اللي معمول warning بالشكل ده. طيب، إحنا كده التصميم ابتدى يبان، بس طبعًا الجملة مش مضبوطة خالص. يعني الجملة بايظة أوي، أوي يعني. أنا بس عايزة أجيب واحدة warning كمان، ونحطها مثلًا هنا، عشان ما يبقاش الحتة دي إيه، فاضية. ونرحّل طنط شوية بالشكل ده. وباقي هنا الجملة دي ممكن تكتبوها عادي من غير أي حاجة وراها، بس أنا حابة نعمل زي صفحة warning كده إيه، تبقى موجودة ورا النص. فدي عملتها إزاي؟ بمنتهى البساطة برضه كتبت warning على feedback، وظهر لي حاجات كتيرة أوي لحد ما حبيت الشكل ده. ممكن تاخدوا أي شكل برضه يعجبكم. ما حذفت منه اللي أنا مش محتاجاه، وخدته زي ما هو كده على الفوتوشوب. وهنصغّر شوية ونخلّيه تحت الشخصية بتاعتنا بالشكل ده. وبس يا جماعة التصميم خلص. شايفين السهولة وشايفين البساطة، ما فيش أسهل من كده. تقدروا تطبّقوا كمان الretouch على الشخصية، هيعزّز شكل التصميم ويخلّيه professional أكتر. عشان وقتكم يالّا ندخل في التصميم التالت لينا. وشُفتوا يعني في أقل من 15 دقيقة تقريبًا كنا مخلّصين تصميمين، وكمان عشان باشرح فأنتم هتبقوا أسرع من كده. نحذف بقى كل العناصر اللي إحنا مش محتاجينها زي ما قُلنا قبل كده بالطريقة دي. نرجّع التصميم نضيف تاني. إحنا ماشيين بهوية واحدة، فنفس الألوان، بس نضبّط هنا اللون، نخلّي الزاوية تناسب إن هُم يبقوا جنب بعض يعني بالشكل ده. طيب، إيه الشطارة دي؟ إحنا شاطرين أوي، أوي. عشان ما نتغرّش، يالّا نبدأ في اللي بعده. التصميم اللي جاي عبارة عن رسالة لهشاشة العظام. وده من أكتر التصاميم المهمة أوي لعيادة العظام. ففي أفكار كتيرة أوي تقدروا تستغلّوها. أنا حبّيت أبيّن ده. طبعًا هشاشة العظام دي ممكن لسِن صغير كمان، مش شرط راجل عجوز، بس أنا حبّيت الmodel بالشكل ده، راجل عجوز، ونحطّه في التصميم بيتألّم جدًا من رجله بالشكل ده.
الصورة خدمتني جدًا إنها 3D كده وشكلها لطيف، ففيها كأن فيها retouch والألوان لطيفة، فمش محتاجة شغل كتير، قصيت الصورة واشتغلت عليها على طول. حابة هنا عشان ده يعتبر كأنه سؤال نعمل كده شكل كده بعلامة الاستفهام بالشكل ده، وده اسم الfont اللي اشتغلت بيه علامة الاستفهام. بمنتهى البساطة عملتها كده. طيب يا نوران أنتِ طلّعتِ الراس بتاعة الشخصية إزاي عشان يعمل حركة كده لطيفة؟ بمنتهى البساطة هنروح للlayer اللي عليها الراس، ونروح بأي أداة select نعمل كده، ناخد الراس وبcontrol G نعمل نسخة منها. شايفين البساطة في الموضوع؟ التصميم بسيط جدًا لأقصر درجة تتخيلوها، وسهل عليكم إن شاء الله، أنا هاستنى تنفيذكم. طيب الظِل، في بقى حاجة سريعة كده تركاية بسيطة أنا هابقى أعلمها لكم في الفيديو ده، لو عندنا صورة فيها بالفعل الظِل بتاعها، وأنا حابب أستخدمه عشان ما أجيبش ظِل جديد أو أعمل ظِل يبان إنه fake مثلًا لو أنا مش متمكن في موضوع الظِل. نعمل ده إزاي يا نوران؟ طيب أنا باروح هنا، تعالوا نحذف ده، أنا باروح هنا للصورة الأصلية أهي بتاعتنا، ونحذف كمان علامة الاستفهام عشان تفهموني وكل حاجة. دي الصورة بتاعتنا، شايفين تحت في بالفعل ظِل لطيف تحت رجليه، فإحنا لو عايزين نستخدمه نعمل إيه؟ إحنا قصينا الصورة، نقصها تاني قدامكم، نعمل remove background ونشوف إيه اللي هيحصل. طيب هو حذف لي هنا الخلفية بالظِل بكل حاجة، نعمل إيه؟ على الlayer بتاع الشخصية control J وننزل للlayer اللي تحت على الماسك نعكسه إزاي؟ زي الفيديوهات اللي فاتت control I فالماسك اتعكس بالشكل ده. طيب نعمل إيه بقى بالlayer ده؟ نروح للمود ومن المود نختار multiply من هنا، فبس موضوع سهل جدًا، جدًا، جدًا. بس هتلاقوا هنا شوية ديفوهات ألوان تتضبط، وهنا مكان القص محتاج يتضبط إزاي يا نوران؟ نروح من الماسك من هنا وباللون الأسود على الماسك نبدأ نحذف، بس ما يبقاش حاد، فإحنا نقلل الopacity من هنا ونكبر شوية، ونبدأ إيه، نحذف بالشكل ده بشكل عشوائي، وأي ديفوهات موجودة من الظل بنحذفها بالشكل ده. طيب منتهى البساطة الظل اتعمل. نرجّع بقى العلامة بتاعة الاستفهام، ونعمل نفس الحركة إن إحنا عايزين الراس بتاعة الكاركتر هي اللي فوق علامة الاستفهام والباقي تحت، فناخد منها control J، فزي ما قُلنا ناخد منها control J. لو إحنا خدنا منها نسخة دلوقتي كده control J وهي جنبها الماسك، بُصّوا هيطلع لنا إزاي؟ بخلفية. فنحل دي إزاي؟ بعد ما إحنا خلّصنا شغل في الماسك بنعمل كليك يمين ونروح لكلمة smart object نقفل الفايل بالشكل ده أو الlayer بالشكل ده، ونعمل select وcontrol J ونسحبها فوق الاستفهام وفوالا كده خلّصنا. شايفين بقى التصميم بقى لطيف إزاي؟ بمنتهى البساطة عملنا تصميم. الgradient بيهرب مني فنظبط الألوان الزاوية تاني عشان أنا عايزاه يبقى لونه شبه الصورة اللي جنبه. تمام أنا كده حبيت أكتر. طيب التصميم كده خلص بالنسبة لنا، لأ ممكن بقى إيه، زي ما إحنا عملنا هنا علامات تعجب نعمل هنا علامات استفهام متناثرة كده في التصميم. فده نعملها إزاي؟ نجيب أي علامة استفهام سواء هنكتبها أو نروح لحاجة 3D ونعملها. أنا هنا جبت الفايل ده وعجبني من freeBIC برضه، وخدته بالشكل ده ونصغّر حجمه عشان هو كبير over كبير مستفز يعني، ونصغّر على قد
ما نقدر، أنا رغاية كتير. استحملوا. طيب نصغّر كده علامة الاستفهام ونحطها في أكتر من مكان، يعني مثلًا هنا وكمان هنا كده، ممكن واحدة فوق في الفراغ عذرًا، واحدة كمان فوق في الفراغ ده أو كده. طيب زي ما إحنا اتفقنا، إحنا عندنا ألوان محددة في الcampaign دي مش هنطلع براها. هل هنا في أي لون orange؟ لأ، فهنغيّر ده، ناخد اللون ده وناخد علامة الاستفهام كلّهم ونجمعهم في جروب، ومن بعد ما جمعناهم في جروب هنروح للhillustration وclipping mask ونغيّر اللون للون اللي إحنا مستخدمينه في التصميم، يفضل بالشكل ده. شايفين كده؟ كده في لطافة في التصميم والتصميم خلص. قبل ما نخلّصه ممكن بس ورا الشخصية ندّي له كده مثلًا إيه، نقطة بيضا كده يعني ضَي أو إضاءة بالبrush بتاعتنا اللون أبيض والopacity تكون 100%. هندّي بس ضَي بسيط كده بالشكل ده. إيه الشطارة دي يا نوران بجد! تحفة، تحفة، تحفة. أول 3 تصاميم معانا خلصوا بمنتهى البساطة وإحنا لسه بادئين. طيب نكمّل ال3 تصاميم اللي بعدهم، عايزاكم تتحمّسوا ولو تعبتوا يالّا كوباية قهوة كده وتعالوا لي نكمّل باقي التصاميم. هاخد من كل الشغل ده نسخة كمان تحت بالشكل ده كده ونشتغل عليهم. نبدأ بقى نمسح الألوان والحاجات اللي إحنا مش عايزينها في التصميم. زي ما قُلت لكم في أسهل إن أنتم تاخدوا منها layer وكده، بس أنا عايزة نفس كل حاجة عشان إيدينا تشتغل شوية ونفهم الليرات ونعرف نتحكم فيها بعد كده. التصميم اللي بعد كده عن خدمة التقسيط للعمليات بتاعة العظام، فحبيت إني أعبّر عنها إن راجل كبير في السن رجع شباب ومبسوط جدًا، جدًا ومتحمّس كده للحياة، فجِبت model كده كتبت man وكتبت old man يعني إن هو بيلعب رياضة، فجِبته عشان أشتغل عليه، فصورته لطيفة وعجبتني. نسحب صورته على التصميم بتاعنا ونشوف عملنا تصميم إزاي. نكبر الصورة شوية وننزلها تحت كده ونبدأ نسمي الله ونشتغل. طيب أنا حبيت أعبّر عن العملية بطريقة كده دايرة وفيها عملات مصرية كده بتلِف بشكل مضيء متفعّلة يعني على العميل، فحبيت أعملها بشكل لطيف زي ما هي اتنفّذت هنا. طب ده اتنفّذ إزاي يا نوران؟ بمنتهى البساطة عمّو ذكاء الاصطناعي مضبّطنا ومهيّصنا، رُحت ChatGPT وكتبت له عايزة الوصف ده، يعني أنا الحاجة تخيّلتها فكتبتها، دايرة من العملات المصرية فئة 100 جنيه مصري تكون بشكل دائري 3D وخدت البرومبت اللي طلع ورحت لفريباك عملت الموضوع ده. طلع لي طبعا نماذج رهيبة مش قادرة أقول لكم النماذج، ثانية واحدة أوريكم عشان أشارككم الحدث. دي آخر حاجة أنا وصلت لها تمام. بُصّوا، في الأول ما كانش عايز يطلّع لي مصري، بعدها طلّع لي مصري بس ما عجبنيش، أنا هنا كنت كاتبة عايزة رقم 8 وشايفين الشكل. طبعًا العملة مش طالعة مضبوطة أوي، المفروض كنت حطيت reference لعملة الجنيه المصري عشان نانو بنانا يفهم ويعملها مضبوطة. بس هو في الأغلب دايمًا بيبقى في مشكلة في الخطوط اللي مكتوبة، بتبقى مكتوبة غلط. لحد ما وصلت لهنا وعجبتني وقصيتها واشتغلت عليها. طبعًا عشان الكلام متلخبط وما حبيتش يبقى في العملة المصرية يبقى في كلام متلخبط، خدتها وهاوريكم حليت المشكلة إزاي. دي الصورة بتاعتنا، نصغّرها عشان ما شاء الله الquality عالية جدًا زي ما أنتم شايفين، تمام؟ ناخدها نعمل remove background أو نقصها بالpen tool هي سهلة جدًا.
هاعمل منها نسخة كمان عن طريق سحبها أو طريق كنترول G. بعد ما عملنا نسخة كمان هنروح لفلتر، ومن الفلتر نختار blur من هنا ونخليها مش واضحة بشكل كامل يعني، ونعمل اوكي. هنسيبها بالشكل ده، هيبقى شكلها مش لطيف، فهنعمل ايه؟ نعمل ماسك ونروح بالبراش بتاعتنا نبدأ نحذف أماكن اللي احنا مش شاكين ان يكون فيها أخطاء بالشكل ده. تمام. وكمان الحواف بتاعة العملات بالشكل ده كده، بتاعة الورق بالشكل ده. طبعا ظبطوها انتوا. انا عشان وقت الفيديو فببقى بنجز بسرعة. تمام أوي. طيب هدمج الاتنين مع بعض واعمل سمارت اوبجكت من هنا عشان ننفذ الإضاءة. طيب قبل ما ننفذ الإضاءة، انا عايزة ال الصورة دي يبقى طالع منها راس عمه ده، فاصغرها بس شوية بالشكل ده، واروح لعمه من هنا ونروح اي اداة سيلكت زي ما اتفقنا كنترول جي ونسحبها فوق لير الفلوس بالشكل ده. طيب بس عايزة اكبرها سنة صغنونة بالشكل ده. طيب دبل كليك ونروح لكلمة اوتر جلو من هنا، ونقلل النويز لو هي كتير، ونزود الاوباسيتي، ونخلي اللون للون ده الريشي، ونظبط ونخليها سوفت اكتر والسايز اكبر، ونروح لانر جلو اللي هو يعني الاضاءة تبقى من جوه وكده، ونزود شوية حاجات شوية تفاصيل بالشكل ده. بس انا اقلل بس الانر من هنا السايز بتاعها، اقلل حبة كمان حاسة كتير من السايز، ونقلل بالشكل ده. طيب التصميم كده لطيف، بس حاسة ان ناقصه حاجة، العين مش مرتاحة، فقررت ان انا اضيف خلفية تحت الصورة تحت الموديل يعني. فحبيت يبقى فيه كده صورة عيادة، بما ان العرض على عيادة عظام، حبيت كده في غرفة الانتظار بالشكل ده، نزودها كده. وجبت الصورة دي، بس طبعا زي ما انتم شايفين لونها اوفر قوي، فبقلل الاوباسيتي، وبعدها من الهيوستريشن ببدأ اظبط الالوان على حسب رؤيتي، وبروح للصورة بعمل ماسك وابدأ اخفي شوية من معالم الصورة عشان مش عجباني حدة الخلفية. طبعا الهيوستريشن يبقى عليه كليبنج ماسك للخلفية، وبالاوباسيتي نقلل شوية ونكبر القيمة. عايزة اظبط اللون اكتر من الهيوستريشن، بعمل كده. بس التصميم كمان ده خلص. نروح للتصميم اللي بعده، يلا بينا. التصميم ده عن ان العمر مجرد رقم، تمام، وان المفروض نلعب رياضة، وطبعا مع تيبس العضلات، وان احنا مش بنمارس رياضة، عندنا مشاكل في ايدينا والتهابات. فحبيت اعبر عنه عن واحدة سنها يعني متوسط، بس لما بتلعب رياضة بتتقلب. فعملت ده before and after، ونفذت التصميم بالذكاء الاصطناعي، كتبت البرومبت زي ما اتفقنا، فجبت الصورة دي من فري باك، وطبعا انشأتها بالذكاء الاصطناعي زي ما اتفقنا، وهشتغل عليها. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هنا حابة ان انا ابين زي ما انتم شايفين كده، الصورة هنا هي كبيرة وعندها الام في ايديها، ومش عارفة تعمل رياضة زي الاول. وهنا بعد يعني العلاج، عايزة بقى أعمل الإضاءة دي باللون الأخضر هنا عشان أبين
إن في بالفعل اختلاف حصل أو العلاج تم. فنعمل ده إزاي؟ نخلّي الصورة بس هنا ونلغي الشعار. هاخد نسخة من شكل الإيد هنا، تمام، وكنترول G وأسحبه هنا في الإيد التانية. طبعًا الزاوية مش نفسها بس هنضبطها، وهاروح هنا لscreen بالشكل ده، وأبدأ أعمل ماسك وأحذف الحاجات الزيادة حوالين النيون، حوالين الإضاءة. ممكن نزود الopacity من هنا. كل اللي أنا عايزاه الإضاءة وبس. تمام كده، تمام. نيجي بقى فوقها من هنا ونروح للهيوستريشن وكليبنج ماسك، ونخلي اللون على أخضر شوية، اللون اللي احنا بنستخدمه في البراند من بدري. تمام، شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ طيب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عايزه الباك بتاعتي تبقى حاجه بتعبر عن الجيم، فكتبت جيم على فري باك وطلع لي نماذج كتير. انا حبيت دي عشان فيها اضاءه قريبه من لون الخلفيه، فحطيتها بالشكل ده كده، وهبدأ احذف الزيادات بالشكل ده. احط هنا ماسك واحذف من فوق لاني عايزه اللون بتاع الخلفيه يبقى واضح. نحذف بس هنا كده، وبعدها نقلل اوباسيتي البراش ونصغر الخلفيه اكتر بالشكل ده كده، عشان نبرز الخلفيه اللي هي التدرج اللوني. منتهى البساطه بالشكل ده كده. ممكن نكبر شويه ونحذف اكتر بالشكل ده كده. انا حابه هنا فوق الشخصيه يبقى في برضو اللون اللي هو الموف ده موجود في الصوره، يداري شويه من الموديل. فنعمل ده ازاي؟ ناخد اللون بتاع الخلفيه وعملت نيو لاير، ونزود الاوباسيتي هنا بتاعه البراش ونعمل اللون، ونروح لفلتر، ومن فلتر نروح لجازيان بلور من هنا ونقلل شويه. ممكن كده كويس عشان لما نحط الشعار يبقى واضح ومظبوط بالشكل ده. طيب ايه كمان ممكن نعمله؟ هنا كنت عايزة الجملة العمر مجرد رقم، ونكملها بجملة المهم صحتك بالشكل ده، وده اسم الفونت اللي استخدمته في الجملة دي. حاسة ان التصميم لسه كان ناقصه حاجة، بما ان هنا في نيون، وحابة ازود هنا لون اضاءة او حاجة. فكان عندي في ملحقات قبل كده النيون ده، تقدروا تكتبوا نيون وهيطلع لكم حاجات كتير قوي تستخدموها بالشكل ده كده. نروح للباك جراوند ونخفف اللون الموف شوية، او نغير في الزاوية سنة عشان يفتح من فوق، لاني عايزاه من فوق افتح عن تحت. يعني ممكن نفضل نعمل في الزوايا بالشكل ده كده. تمام قوي كده التصميم خلص. بس انا عايزة افصل ما بين الصورتين، فعادي هعمل مستطيل بالشكل ده كده باللون الابيض، مش تخين قوي مش رفيع، لون ابيض. تمام، وهخليه بزاوية بالشكل ده كده، يفصل بس قبل وبعد. بس كده التصميم تمام خلص. نروح بقى لاخر تصميم معانا، وزي ما شفنا بمنتهى البساطة كنا مخلصين 5 تصاميم في وقت قليل جدا. التصميم الاخير معانا هو بمنتهى البساطة هيبقى ايه؟ هيكل عظمي كده يبين العمود الفقري. فكتبت بس عمود فقري على احذف اطلع بس من التابات دي عشان ما يزعجناش. كتبت عمود فقري على فري باك وطلع لي نماذج كتير، وانتوا اكيد بتشوفوا الشكل ده في كل المواقع يعني. اخدته وفرغت الصورة من الخلفية، نصغرها. تمام بالشكل ده زي ما انتوا شايفين.
بننزلها تحت كده ونبدأ نفرغها من الخلفية عن طريق remove background أو أي مكان بيقص الصور. طيب زي ما انتوا شايفين كده اللون أزرق والعمود الفقري لونه على أصفر شوية أو على جولد شوية، فمش مناسب خالص للهوية بتاعتنا. فنغيره ازاي؟ بمنتهى البساطة من هيوستريشن زي ما احنا اتعودنا كليبنج ماسك، ونغير في اللون بالشكل ده. هو دايركت حتى من غير مغير اللون بتاع السلسلة، بقى مناسب للون اللي احنا بنستخدمه في العادي اللي هو بنطعم بيه التصاميم. فكده تمام، مش محتاجين اي حاجة فيه هنا. هنجيب الجملة بتاعتنا وهي كانت آلام الظهر والرقبة مع الطلاق عن حياتك ما تستناش، عندنا أحدث طرق العلاج. فدي كانت الجملة اللي بعتها العميل وخدناها وكتبناها بالشكل ده. طيب كتبناها بالشكل ده ليه سريعًا؟ أنا حابة كلمة ما تستناش هي اللي يكون حجمها كبير والباقي بشكل صغير تحتها، بالشكل ده كده. هنصغّر الموديل أكتر، وحابة أحط دايرة كده باللون ده ورا الراس. كان عندي برضه عنصر استخدمته قبل كده عبارة عن دايرة sticker كده، حطيتها هنا بمنتهى البساطة، لون بس كده بالشكل ده. كنت حابة هنا يمين وشمال يكون في شغل عشان ما يبقاش التصميم فاضي من هنا. فعملته إزاي؟ بمنتهى البساطة حبيت أكتب اسم الشعار من اليمين والشمال على أساس إن دي البوابة للحل، يعني تكون إيه كده جاية بزاوية كده كأنه داخل بوابة أو داخل ممر. فده عملته إزاي؟ على السريع هكتب اسم العيادة اللي هي عافية كلينيك بالشكل ده، بس ممكن نصغرها شوية وعشان لو عايزين نفس الفونت ده اسمه. وهاخد منه نسخة كمان، أسحب من هنا وأعمل نسخة منه قصاده على اليمين بالشكل ده. طيب أنا هعمل هنا سمارت اوبجكت وهفهمكم ليه الاسمين. هعمل سمارت اوبجكت، هروح من هنا وأعمل برسبكتيف من هنا وأبدأ أظبط الزاوية يمين وشمال لحد لما تظبط معايا إنها تبقى جاية بالشكل ده كده، بس كده. وقصادها عايزة يبقى برضو بنفس الموضوع برسبكتيف من هنا ونبدأ نظبط الزاوية، ندوس انتر ونكبر شوية بالشكل ده. نروح للباك جراوند ونظبط اللون زي ما قلنا لو حسينا ان زاويته مش مظبوطة. انا عايزاه اللون التاني الثنائي ده يبقى باين. طيب هنروح للاسم بتاع العيادة ونسحبه بس ثانية كده، ونروح عند فلتر ومن الفلتر هنختار وبعدها نزود البلور شوية. هتلاقيه بيعمل بشكل عشوائي. أنا عايزة هنا أعمل بوينت، نروح لأرس أحسن ونزود البلور من هنا ونعمل بوينت واحدة كده بس نسحبها شوية. يعني عايزة بداية الكلمة هي اللي تبقى واضحة ومن هنا يبقى فيها تغميش بالشكل ده. نعمل زوم عشان تشوفوه أكتر. نفس اللي احنا عملناه هنروح نعمله في الكلمة التانية اللي قصادها، بلور من هنا كده. تمام قوي، واحنا كده خلصنا التصاميم بتاعتنا وده شكله. انا حركة اخيرة بعملها بعد ما بسيف المشروع، بروح لكاميرا رو فلتر وبعمل لها افكت كده سريعا. فنسيف كده من هنا artboard to file ونختار المكان اللي هنستخرج فيه التصميم ونعمل run ونروح للمكان اللي سيفنا فيه ونروح نعمل الفلتر. نعمل بس نسخة تانية منه عشان نشوف قبل وبعد، ونروح لفلتر كاميرا رو. هي فين كاميرا رو فلتر؟ وانا بس بحب احط فيها نويز كده في الاخر فنشوف شكلها يبقى عامل ازاي. من هنا ممكن نختار اللايت ونعمل اوكي
وبس. عملت المود كله بنفس النويز دي وخلصت التصاميم معاكم. 6 تصاميم كاملين كانوا بمنتهى البساطة. اتمنى لو عجبكم تنفذوا معايا وتوروني شغلكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، لايك وتعليق وهشوفكم في الحلقة الجاية.